يفتح لعب مرة تانية. إمام يكمل. إمام يصل بكرة إلى هاني. البحث عن المساحة مرة تانية. استلام محمد صلاح لهاني. واحدة من الحلول الوان والتو. انطلاقة صلاح يحاول المرور يلعبها حلو قوي. الهاني يلعب العرضية. مين اللي مكمل؟ ادي بقى تسديدة مروان. يا مروان هو مروان عطية. وعطية طل هو اللي يدينا الأمل هنا. ربنا يديكم الأمل ويديكم الصحة بهذا الفرح في هذه اللقطة. مروان عطية الجملة اتعملت حلوة ومحمد صلاح يمرر ومروان عطية يسجل أول أهدافه الدولية. 67 لاعب سجلوا المصري بداية من رأفت عطية ونهاية بعمر مرموش اللي سجله لأول مرة طبعا في بطولات إفريقيا. لكن فرحة الهدف أمامنا فرحة مصر الكبرى وجمهور مصر. لكن بص شوف صلاح إلى عمر مرموش محمد هاني مرموش فوت ومروان عطية كرة محمد هاني حلوة يا هاني. بص هاني والتفويتة وعلى طول يا ولد ركنها بباطن القدم. مروان عطية اللي فاجئنا امامنا اهو في ثاني بطولاته في افريقيا امامنا هنا بعد ما ظهر في النسخة السابقة في 3 مباريات وبيلعب النهارده مباراته الثالثة عشان يسجل هدفه الدولي الأول. مروان عطية. عمر مرموش تسديدة الركنية القصيرة. 7 دقائق. مرة ثانية مروان يعلق الكرة العالية الرأسية. هي المنتخب المصري يا ولد يا ياسر إبراهيم قال لك مش بس مروان يبقى اللي يسجل رقم 67 بقى رقم 68 لاعب سجله المصري. ولكن هنا ياسر إبراهيم بضربة رأسية تحير كل الحراس. وحشنا يا أحمد رفعت رحمة الله عليه. ادي امامنا الهدف. بص الركنية اتعملت حلوة قوي. الركنية اذا المنتخب المصري يقدر والكرة اتعملت بشكل رائع امامنا هو مروان يصنع وياسر إبراهيم يا ولد يا ياسر يا لعيب. ياسر إبراهيم بضربة رأس تحير كل الحراس. يا ولد يا ياسر. أمامنا الحارس مارسيل أمامنا دانجينو. ولكن النهاردة ياسر إبراهيم دنجوان الكرة المصرية في اللقطة اللي فاتت يسجل بضربة رأسية. ياسر إبراهيم يضع المنتخب المصري بالعقل أمامنا هو مصر تسجل هدف ثاني في الدقيقة 9 من الشوط الإضافي الأول. منتخب مصر يقدر ليه عند منتخب مصر امكانيات النهارده تكون موجوده وتكون حاضره لان تماس طويله على طول ابعاد بتميز كبير في مباراه اليوم امامنا المنتخب المصري في الكرات. ادي المرتده المره دي زيزو محمد صلاح والتسجيل. صلاح عملها محمد صلاح امامنا في لقطه من اللقطات الابداعيه. زيزو يمرر ومحمد صلاح بقى على طريقه الريدز على طريقه ليفربول يسجل الهدف الثالث. منتخب مصر ليس بهدفين مقابل هدف لكن محمد صلاح بالثلاثه. محمد صلاح امامنا هو السعاده والفرحه بالهدف الثالث لان منتخب بنين المكافح. ولكن النهارده محمد صلاح لم يسجل ولكن ياتي دوره وياتي حضوره عشان يسجل هدفه العاشر في بطولات الامم الافريقيه وياتي بهذه الارقام طبعا الموجوده. 12 هدف حسن الشاذلي 11 هدف لحسام حسن. لكن بص شوف زيزو الانطلاقه. محمد صلاح المره دي بقى استخدم المهاره يجري معاه اللاعب اورو بوجه القدم الخارجي بهدف هدف ماركه محمد صلاح اللي بيأتي في هذا التوقيت في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الإضافي الثاني. المنتخب المصري يظهر بوجهه الحقيقي يظهر بشخصيته وفرحة النجم الكبير حسام حسن طبعا بهذا الانتصار وبهذا الفوز الكبير على منتخب بنين. دائما وابدا قلت حضراتكم اوقات الازمات تحتاج للهدوء وعدم الاندفاع. والنهارده منتخب مصر ما كانش فيه اندفاع ولكن في لحظات المهمه لقاءات اللي تحسم بهذه الكره يعني بمثابه رصاصه الرحمه من جانب محمد صلاح.